السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفات سلسبيل شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وصفه جديده وجدت معكم هكا الكيكرولي اللي كيجي اكثر من رائع، قطني لذيذ جدا. نتمنى انكم تجربوه بطريقه مبسطه لذيذ جدا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وكما العاده شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، على البارطاج ديالكم، على لي لايك ديالكم. واللي اول مره كيكتشف القناه كنقول له يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. بالنسبه للجينواز كنحتاج 4 ديال البيضات الحجم الكبير. الا كان الحجم ديالهم صغير استعملوا 5، الا كان الحجم ديالهم كبير استعملوا 4. هنايا كنضيف 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده يكونوا عامرين مزيان. طبيعه الحال المعلقه تكون كبيره، الحجم ديال المعلقه يكون كبير. هنايا ما عبرت، درت الكميه كيف ما انا ديما كنصايب الجينواز، كيف ما جربتها اول مره ونجحت ليا ولات معتمده عندي هذه القضيه ديال المعالق، عبار بالمعالق على العبار بالغرامات. كاين بعض احيان كندير اللي هي بالعبار ديال الغرامات، كاين بعض الخاص كندير اللي بالعبار ديال الكاس، ولكن هذه كتكون هي الاقتصاديه، هي اللي يقدر تنجح مع اي واحد يصايبها بحال هكا وتنجح معاه ناجحه 100% كما قلت لكم، واقتصاديه. درت 4 البيضات كبار، الا كانوا صغار ضيفوا 5. درت 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده وبديت تضرب حتى تغير اللون ديال البيض والسكر ولا مائل للابيض. ضفت 5 ديال المعالق ديال الزيت، قبيصه د الملح اللي انا نسيتها، اللي هي ضروري انكم تضيفوها مع التراب. هنا كنضيف 2 معالق ديال الطحين وكنخلط من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الاعلى كيف ما كتشوفوا، باش ما يهبطش داك البيض اللي انا طلعت كاع البيض البيض والصفر البيض والسكر، يعني باش ما يهبطوش. كنبقى نطرب من الاسفل الى الاعلى. هنا راه يدي راه كنطرب بشويه غير هكا، راه مزربه على فيديو باش ما يجيكمش طويل وما يزملوش طبيعه الحال. هانتوما كتشوفوا هنايا ضفت الساشي ديال الخميره ديال الحلوى، وضفت 5 د المعالق ديال الطحين. يعني ضفت في الاول 2، من بعد ضفت الساشي ديال الخميره وضفت معاه معلقه اخرى ديال الدقيق، من بعد ضفت 2 معالق ديال الدقيق وحدين اخرين. كيف ما كتشوفوا لاطه ديالي ديال الاطيمات ديال الفران ديال الاطيمات، لاطه شويه كبيره، ولكن راه كتهز هذا الخليط هذا كامل. كنفرغ فيه الخليط ديالي من بعد ما خلطته مزيان وتاكدت بلي ما بقاوش فيه الكتل ديال الطحين، وكنوزعوه هكا من بعد ما فرشت ليها الورق ديال الفرن. وكنبقى نوزع في الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا. حاولوا ما تبركوش عليه بزاف باش داك البيض اللي طالع باش ما ينزلش. صافي كنوزع هنايا بالسبانتولا كيف ما كتشوفوا، وغنضرب باللاطه ديالي. ضروري تضربوا بها واحد الضربه باش كيخرجوا من هذوك الفقاعات اللي فيها. صافي هنايا دخلتها للفران طبيعه الحال يكون مهيل. هنايا عندي واحد كاس كبير، يعني ماشي كاس صغير ولا كاس ديال العنبه، لا كاس كبير شويه ديال كريم هولالا. كريمه هولالا كتعرفوها هي حلوه، واكيد ما نضيفوش لها السكر حيت حلوه. صافي كنبقى نطرب هنايا باش تطلع معايا الكريمه. واكيد انا غنغير ليها اللون، ما غنخليهاش بيضه. كون عندي الجنواز ديالي بيضه، غنضيف ليها هنا معلقه ديال الكاكاو. غنضيف ليها معلقه ديال الكاكاو، ما بغيتوش الكاكاو اللي ما بغاش، انا عزيز عليا الكاكاو هذا المور. اللي ما بغاش يضيفوا تقدروا تضيفوا واحد دانيت شوكولا. الا ما بغيتوش تضيفوا دانيت شوكولا تقدروا تذوبوا الشكلاط. شكلاط اي نوع شكلاطه، غير شكلاطه عاديه تقدروا تذوبوها وتضيفوها مع الخليط ديال الكريمه، وتبقاو تطربوا حتى تطلع لكم الكريمه ديالكم وتاخذ القوام اللي نتوما بغيتوه. صافي هنايا نتوما كتشوفوا الكريمه راه صافي بدات كتاخذ داك القوام اللي انا بغيت، صافي بدات كتعقد. غنحبس عليها هنايا تطرب وغنحتفظ بها جانبا طبيعه الحال في الثلاجه. هنايا خرجت الجنواز ديالي، نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي قطنيه، كتجي رائعه رائعه بزاف بزاف بزاف، ورطبه رطبه رطبه لواحد الدرجه لا تصور. صافي هنايا غنحيدها باش نحيد ليها داك الكاغيط. ضروري تحيدوا ليها هاد كاغيط الفرن، تحيدوه ليها وهو سخون، ضروري وهو سخون، حيت ملي كيبرد كيلصق عليها ما كيبغيش مازال يتحيد. هنا صافي كنبقى نحيدو، راه كيتحيد بكل سهوله. طبيعة الحال ما دهناه ما حتى حاجة.
انا كنحاول ما امكن انني نوزع هكا بيديا. هنايا راه تحمرات شويه في الجناب، مع طبيعه الحال الفران راه غير فران ديال الضو، راه تقدر تنجح معاكم في الفران ديال الضو، تقدر تنجح معاكم في الفران ديال الغاز. كما قلت لكم طبيعه الحال راه الفران ديال الغاز ماشي ديال الضو. الفران ديال الغاز اللي عندي وطلعت فيه عادي، يعني ناجحه 100%. ماشي شرط الفران، هي شرط الخدمه ديالها كيفاش تخدموها. اما الفران ولا اللاطه بحال يعني بحال اللي كيدير ديك اللاطه الثقيله اللي كتكون هي ديال الجينواز. ولكم الاختيار، يعني الا بغيتو ديروا غير لاطه عاديه كيف ما درت انا ديروها. هنايا درت جوج خطوطات ديال الموس بحال هكا باش منين نتنيها تجيني ساهله وتطوعني في الخدمه. واخا انا راه فلحتهم شويه اكثر من القياس، يعني الوسط فلحته اكثر من القياس. نورمالمون خصني غير شويه باش تنا معايا مزيان. صافي هنايا من بعد ما ارتاحت وبردات صافي كنحلها. هنايا كما قلت لكم البلاصه اللي انا فلحتها بزاف هانتوما كتشوفوا تحلات، ولكن ماشي مشكل غنديكاليها. هنايا راه الجينواز كتجي رطبه هشيشه، غير انا بغيت نسقيها مازال بشويه ديال الحليب. لكم الاختيار تسقيوها اولا كاع ما تسقيوها تستغناو عليها. كما قلت لكم راه كتجي رطبه بزاف. بالنسبه للعيب اللي كاين هنايا ديال التقطيعه كما قلت لكم راه غنضرقوا ما غيبانش نهائيا، غير حيت انا فلحتها بزاف. اما كون ما فلحتهاش بزاف راه ما غتقطع ما حتى حاجه، حيت رطبه. دوك جوج مع دوك 5 د المعالق ديال الزيت كيعطيوها واحد الطراوه رائعه لهاد الجينواز هادي. هي كتكون الجينواز اللي ناجحه مع المبتدئات، ناجحه مع اي واحد بغى يلاه بغى يجرب يصايب هكا لا جينواز يدير بحال هاد الطريقه هادي راه ناجحه 100%. وكانت دارت ضجه هاد الطريقه هادي، وكنت ديجا وجدتها معكم، ولكن وجدتها غير بمقادير ديال 4 ديال المعالق ماشي بمقادير ديال 5. اولا عفوا كنت وجدتها معكم بالمقادير ديال 5. المهم اخلي لكم الرابط تحت في صندوق الوصف، وتعرفوا على الوصفه كذلك حتى هي، حيت ما بقيتش عاقله الصراحه واش كنت وجدتها، حيت كانوا كتار ديك الساعات اللي خرجوا العام اللي فايت. كانوا خرجوا بزاف ديال الانواع. كاينه ديال 5 د المعالق، كاينه ديال 4 د المعالق، كاينه ديال 6 د المعالق، وكنا كنجربوهم كاملين وكانوا كاملين كينجحوا. ولكن كتبقى هذه ساهله حتى هي. هذه كانوا كيكون فيها الحليب، هذه ما فيهاش الحليب، فيها غير الزيت، والباقي كله راكم عارفينه. وغنكتب لكم طبيعه الحال المقادير في صندوق الوصف. كانتني هنايا الرولي ديالها نتوما كتشوفوا، وكنحاول نعاونو باش ديك التقطيعه اللي كاينه في الوسط ما تبانش، يعني ما تبانش وتدرق. هانتوما كتشوفوا كنحاول نزير عليه مزيان باش ندخلو للثلاجه يبرد. ضروري ندخلوه للثلاجه باش يبرد. انا خرجت فيها الكريمه ماشي مشكل، حيت اصلا انا نغطيه بالكريمه. كنتنيه مزيان وكندخلو للثلاجه حتى كيشد راسو كيف ما كتشوفوا هانتوما. شد راسو حتى الكريمه شدت راسها. صافي كنحطو وكنجيب باش ندير ليه الكريمه من الفوق. هنا كنغطي الوجه ديالو كامل بالكريمه. هذه كتبقى مرحله اختياريه، يعني التزيين كيبقى لكم نتوما. بغيتو ما عندكمش الكريمه تقدروا ديروا غير المربى ديال الفريز ومن الفوق ديروا الكوك، ولا ديروا سميتهم ديروا شوكولا من الفوق. تقدروا ديروا غير الشكلاط مع كاوكاو كومكاسي وتخوب عليه الفوق. لكم الاختيار في التزيين، زينوا كيف ما بغيتو. هنايا كندهنها مزيان، اولا تدهنوه غير بالمربى من الفوق وديروا ليه الفيرميسيل. كما قلت لكم الاختيار كينفعوا بزاف حتى للمدرسه. بالنسبه لهذا الرولي هذا يكون غير بالمربى كينفع بزاف للوليدات المدرسه. هنايا كنجيب الفورشيط وكنحاول ندير هاد الزقزاكات هادو في الجناب. هانتوما كتشوفوا حتى هما كيعطيو ديكور زوين. وكما قلت لكم راه التزيين كيبقى لكم اختياري. صافي هارولي وجد. غنجيب هنايا كاوكاو. انا هاد الكاوكاو هذا راه محمر ولكن خليته بقشورو. علاش خليته بقشورو؟ باش يغير ليا اللون، وكذلك يعطيني واحد ديك القشور ديالو المحمرين فيهم داك اللون الاحمر. كيهرس هاد
اللون ديال الحلوى. هانتوما وجات عطات واحد المنظر اللي هو رائع. حتى الا عندكم نوازيط تقدروا ديروها حتى هي بقشورها، اللوز كذلك بقشورو، اللي بغيتو ديروه. انا كان متواجد عندي الكاوكاو، درت الكاوكاو. انا كنقضي باللي عندي، ما كنكلفش راسي بزاف. داكشي اللي عندي باش قضيت هنا، حيدت ليها الجناب، ميلتهم درتهم على شكل مائل بحال جذع الشجره عفوا. وهنايا الكريمه اللي تبقات كنديرها في البوش وكنديرها من الفوق، كندير هكا دويرات من الفوق صافي. وغنزينهم حتى هما، حتى هاد فوق هاد الوريضات هادو اللي درت غنزينهم. والتزيين ديما كما قلت لكم كيبقى اختيار. انا عندي هاد الشكلاط هذا على شكل هاد وريقات هادو، اولا هاد التكريطه هادي كيكون شكلاط في زلافه وكتكرطوه براس معلقه، كيعطيكم هاد الشكل هذا اللي هو اكثر من رائع. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هذه ديال هاد الرولي هذا. خلاص كاين الناس اللي كيحتفلوا براس العام، يعني وجدتها على بكري ماشي على راس العام. صراحه حنا ما كنحتفلوش به، ولكن وجدتها غير هكا الوليدات يفرحوا بها، نفرحوا بها حتى حنايا وناكلوها فقط. اللهم ديما نعمه وحفظها من الزوال. المهم هذا هو لا فيديو ديالي البنات. نتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وبارطاجيو ليا لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء، وكذلك القناه في مواقع التواصل باش هكا تعم الفائده والقناه ديالنا تعرف وتكبر العائله شويه. واللي بارطاجاتني راه لها بالمثل، واللي ما بارطاجيتهاش نعتذر منها. غير بالنسبه للوقت، غير الوقت والله الا غير مع الوقت هذا الشيء اللي كاين. هنايا كنقطع معكم واحد المغصره كتجي شاده راسها، خصوصا ملي كتكونوا كتحتفظوا بها في الثلاجه كترتاح مزيان، كتكون كطوعكم في الخدمه وكطوعكم كذلك في التقطاع. ضروري انكم تخليوها في الثلاجه واحد المده عاد باش تبداو تقطعوها. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيتجي، كيفاش كيجي الرولي داير. يعني هذا هو الرولي الناجح اللي كيكون داير بحال هكا، ماشي اللي كيكون داير دوره وحده وعامر بالكريمه، لا، خصو يكون بحال هكا. هذا هو الرولي اللي ناجح 100%. خصو تكون بحال الشكل ديال هاد الدائره هذه باش كيكون رولي ناجح. صافي حبيباتي، كان هذا هو الفيديو ديالي. طبيعه الحال ما نقعدش لكم على المذاق، خطير بزاف، قطنيه اكثر من هاد الهضره ما عندي ما نقول لكم. جربوها وغتعرفوا علاش كندوي لكم. خليكم حبيباتي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، في امان الله وحفظه.